بعد مباراة مصر وغينيا بيساو دي، المفروض احنا نسأل نفسنا سؤال: هو حسام حسن هيعمل ايه في بطولة افريقيا؟ هيعمل ايه مع الفرق الافريقية وهيعمل ايه مع الفرق العربية؟ انت هتعمل معاهم ايه بالمستوى ده؟ انت كسبان النهارده 1-0 بجون محمد حمدي الباك ليفت بتاعك، وبتلعب غينيا بيساو اللي انا ما اعرفش تصنيفها ايه، ولا اعرف هي موجودة في افريقيا اصلا ولا لا، ولا موجودة في اي حتة في اي مصيبة. بتلعبها باتنين ديفندرات واتنين ديفندرات بيدافعوا، مش عارف ايه السبب برضو. ومع ذلك الفرقه اللي قدامك دي بتطلع بالكوره من تحت لغايه الجون عندك، ماشيه بفدان ارض واسع، يعني ما شاء الله، فضى فراغ قدامهم. انت النهارده لو حد طلع قال على مروان عطيه مثلا ان هو بيتجامل، ولا بيلعب في حسام حسن واخد عشان بيلعب في الاهلي، ولا اي كلام من الكلام ده، ولا هو من رجالته، انت من غيره النهارده انت عريان ملط. في الحته دي عريان ملط. انت ما عندكش غير لعيب رقم 6 واحد في مصر، هو ده للاسف. واللعيبه اللي قدامك ما شاء الله بتطلع بالكوره من تحت، العيال كلها متاسسه في اوروبا، بيلعبوا في دوريات اوروبا كلها، انجلترا والدوري الانجليزي والدوري الالماني والدوري الفرنساوي. ما شاء الله عيال متاسسه بتلعب كوره، وانت ما فيش. على الله حكايتك. اللعيبه على الله حكايتهم، مش عارف تعمل ضغط 90 دقيقه، مش عارف تعمل ضغط عليهم من قدام، هم عم بيعرفوا يعملوا عليك ضغط، بس في الامكانيات على قدها. وبعدين عندهم استحواذ على الكوره وكنترول انا ما شفتوش في اللعيبه بتاعتنا. ده غير اللعيبه بتاعتنا، الحاجه اللي تنقط يعني، ياخد الكوره ويرقص الترقيصه، بدل ما يروح لا يرجع يرقص تاني. يا عم انت رقصت وعديت، ما تكمل، انت ليه بترجع تاني؟ هو انت ماشي يعني، هي الترقيصه الواحده مش مكفياك يعني؟ انت عارف فيلم احمد زكي اللي هي امراه واحده لا تكفي؟ دول مش بيلعبوا بمبدأ ترقيصه واحده لا تكفي. انت يا عم حسام هتعمل ايه مع الفرقه اللي هتقابلها في افريقيا؟